افضل 3 طرق كنت بتبعهم عشان احفظ المعلومه وانا في الثانويه العامه وبرضه وانا في الكليه. كانت اول حاجه الخرائط الذهنيه. الخرائط الذهنيه دي هي عباره عن انك بتجمع المعلومات في صوره حاجات متتابعه تحت بعضها كده، وبتاخد اشكال الحاجات العناوين الرئيسيه الاول، وبعد كده الحاجات الثانويه تحت منها، فبتلاقي دماغك في الاخر مربطه المعلومات في صوره خريطه ذهنيه زي ما بقول لك كده. تاني حاجه ان انا كنت بشرح الحاجات دي لاي حد اعرفه. هيقعد قدامي مثلا اي واحد صاحبي واشرح له واقول له هو الدرس بيقول كذا كذا كذا، فده كان بيثبت المعلومه في دماغي كويس جدا. اخر حاجه بقى قبل ما انام كده في سريري، بفترض ان ده انا نايم وده السرير مثلا. قبل ما انام كنت بعمل ايه؟ كنت براجع على المعلومات اللي انا ذاكرتها في اليوم ده، والمعلومه اللي انا حاسس ان انا نسيتها كنت بقوم ابص عليها بصه سريعه قبل ما انام، فتثبت معايا لان خلاص راحت في الذاكره طويله المدى. شارك معايا في الكومنتات وقول لي ايه الطرق اللي بتستخدمها عشان تحفظ المعلومة في دماغك من غير ما تنساها. سلام.